يلا ترى حود على المالح. فزنا النهارده واتغلبوا امبارح. قبل ما نتكلم يا جماعه وقبل ما هبتدي انزل فيديوهات، انا بس حابب اقول رساله معينه، لان كان في ناس معانا في البث امبارح او على فيسبوك او تويتر وخلافه. ناس كتير بتدخل تقول انا حاسس ان الزمالك هيخسر، انا حاسس ان الزمالك هيتعادل، انا حاسس ان احنا هنطلع من الكونفدراليه. يا ابني هو انت زملكاوي؟ انا بس بسألك سؤال، انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا مش فاهم يعني. لما انت كلاعب او كمشجع زملكاوي، بصرف النظر متعصب او عادي او خلافه، لما انت تكون تقول على الزمالك كده، طب خصمك يقول ايه؟ طب الاهلاويه يقولوا ايه؟ مبدئيا بس قبل ما اكمل معلش، يعني لو اي حد بيشاهد الفيديو ده اهلاوي باحترام وكل ادب، سواء هيعلق او لا، على عيني وعلى راسي، هيقل ادبه وهيتعمل له حظر من القناه مباشره عشان ما حدش يزعل، لان في زي ما في اهلاويه ما بنحبهمش، في اهلاويه اصحابنا ولنا لهم كامل التقدير والحب. تمام. نرجع تاني. دلوقتي انت زملكاوي، ما ينفعش يا جماعه اقول انا كمصطفى زملكاوي انا دايما بشوف الزمالك بيكسب. لو الزمالك ناقص، لو الزمالك داخل هيلاعب ريال مدريد، انا شايف ان الزمالك هيكسب. انا دايما متفائل ان الزمالك هيكسب. ما ينفعش طول ما انا قاعد الزمالك هيخسر، لا. هتتفائل معانا اهلا وسهلا، مش هتتفائل ابعد بعيد عن القناه بتاعتي وابعد بعيد عن البث بتاعنا وابعد بعيد عن حياتنا خالص، لان احنا حياتنا هنا مع التفاؤل. تفائلوا بالخير تجدوه. انا قبل مباراه امبارح قلت لكم في البث المباشر الحلقه اللي قبلها اللي هو اول امبارح، قلت لكم ان الزمالك بامر الله هيكسب 3-0، والحمد لله كسب 4-0 مش 3-0. اهلا بكل متابعي قناه مصطفى الزملكاوي. طبعا زي ما وعدتكم امبارح في البث المباشر بتاع حلقه برنامج الزمالك اليوم اللي بنعرضه كل يوم على القناه عندنا، وعدتكم ان انا هطلع صوت وصوره بتيشيرت نادي الزمالك وبخلفيه نادي الزمالك، وهنتكلم عن كل حاجه عن الزمالك. هنخصص القناه دي زي ما انا سميتها مصطفى الزملكاوي. القناه دي هتبقى مخصصه للزمالك فقط، من حيث اخبار وتحليلات ومواعيد مباريات وكل حاجه تخص نادي الزمالك. وهنخصص جزء معين طبعا لشيكابالا، لان طبعا يعني مفيش حد زملكاوي ما بيعشقش شيكابالا. حتى احنا معانا عنوانين النهارده. مبدئيا كده بس حبيت ابدا بشيكابالا لان كان وشه حلو علينا في مباراه جورماهيا. جماهير الزمالك بتهتف لشيكابالا في مباراة جورماهيا. قامت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات استاد الجيش بمدينة برج العرب بتوجيه تحية خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا المعار إلى فريق أبولون سيمرني اليوناني عقب تواجده في مقصورة الملعب. ورحبت الجماهير بعودة شيكابالا مرة أخرى بعد نهاية الموسم الجاري إلى صفوف الفريق، وده من أجل ختام مشواره الكروي في القلعة البيضاء. زي ما صرح مرتضى منصور في برنامج الزمالك اليوم يوم عيد ميلاد شيكابالا الحلقة قبل أمس، وقال إن شيكابالا هيرجع الزمالك الموسم الجاي أو بعد ما تنتهي إعارته، هيرجع على طول النادي وهيبدأ معانا من الموسم الجاي، وفي نفس الوقت هيخلص حياته الكروية هنا. ومن مكاني هنا أنا بقول يا رب إن شيكابالا يمسك حاجة في نادي الزمالك، سواء إداري، مدرب، مساعد مدرب، إحنا نتمنى له حاجة زي كده. في عندنا عنوان تاني بيقول شيكابالا بيساند الزمالك من مقصورة برج العرب أمام جورماهيا. تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في مباراة جورماهيا في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية، وحرص الجماهير الزمالك على الهتاف لشيكابالا بمجرد ظهوره في مقصورة ملعب برج العرب الذي سيعود إلى القلعة البيضاء في الموسم القادم، أو ده بعد قرار مجلس إدارة النادي بإعادته. أدوا ماتش جامد جدا، طبعا احنا ما كناش متخيلينه بس كنا منتظرين ان هم يلعبوا جامد ويردوا شرف الاعتبار لما خسرنا 4-2 من جورماهيا على ارضهم، والحمد لله قدرنا نكسب وخلاص عدينا الفترة دي. تمام. طيب في أسئلة وإجابات موجودة على موقع بيقول لك تعرف على سيناريوهات صعود الزمالك لدور الثمانية بالكونفدرالية الافريقيه. حقق فريق الزمالك فوزا ثمينا بالامس على جورماهيا الكيني ب4 أهداف مقابل لا شيء في الجوله الخامسه من الكونفدراليه الافريقيه التي تصدر ابناء 100 عقبه صداره المجموعه للمره الاولى ب8 نقاط. واستطاع لاعبو الزمالك التعبير عن انفسهم خلال تلك المباراه بعدما صالوا وجالوا واحرزوا 4 أهداف وتصدروا المجموعه عن جداره واستحقاق، ويتبقى لهم لقاء وحيد امام نصر حسين ضاي الجزائري الاحد المقبل، وسيحسم المارد الأبيض بمقتضاه صعوده لدور الثمانية من الكونفدرالية الإفريقية. طيب هل يستطيع الزمالك التأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية الإفريقية؟ ده أول سؤال معانا. قال لك يستطيع الزمالك الصعود لدور الثمانية من الكونفدرالية الإفريقية، وده في حال فوزه على نصر حسين ضاي
في الجوله الاخيره او في حاله التعادل. وكمان في امل ان انت لا قدر الله، بنقول لا قدر الله عشان قلت لكم انا متفائل، لا قدر الله في حاله الخساره بشرط انتهاء لقاء المقابل بين جورماهيا وبيترو اتلتيكو بالتعادل باي نتيجه 0-0 1-1 2 ساعي. طيب هل الفوز يضمن للزمالك الصعود مباشره؟ طبعا هيضمن للزمالك الصعود لربع النهائي الافريقي متصدرا المجموعه الرابعه الاول دون اي حسابات او نظرا لنتيجه مباراه جورماهيا وبتروتسكو. ده كسب ده خسر، احنا مالناش دعوه باي حد، احنا لو كسبنا صعدنا اول مجموعتنا، وده هتسهل لنا امور كتير بعد كده. طيب لو تعادل الزمالك امام حسين ضاي، في حال تعادل الزمالك في الجوله الاخيره مع نصر حسين ضاي باي نتيجه هيتاهل الفريق الابيض للدور الربع النهائي بالكونفدراليه وبدون حسابات، ولكن سننتظر ما ستفسر عنه مباراه جورماهيا وبيترو اتلتيكو لتحديد اذا كان سيتصدر كمتصدر المجموعه او هيتصدر وصيف، وده هيتحدد بناء على الماتش اللي هيتلعب. طيب هل الزمالك يخرج من البطوله حال الخساره امام حسين ضاي؟ قلنا في حاله الخساره من نصر حسين ضاي هيكون امامه فرصه وحيده وضعيفه جدا للصعود، وهي تعادل بيترو اتلتيكو مع جورماهيا الكيني. سيتساوى الفريق الانجولي وقتها مع الزمالك في النقاط، وسيصعد الابيض بتفوقه على بيترو اتلتيكو في المواجهات المباشره. اما في حال فوز جورماهيا على بيترو اتلتيكو او حدوث العكس سيودع الفريق الابيض للبطوله لا قدر الله. يبقى خلاص احنا سيبنا من كده، احنا هندخل ابطال، هندخل رجاله، هندخل عشان نكسب المباراه، هنلعب زي ما لعبنا النهارده. انا شفت احداد كان بطل وكان بيقاتل برغم انه ما كانش موفق وضيع فرص وما جابش اهداف، بس كان يعني انا شايف ان هو عايز يدي الفريق. احداد بدا ياخد فرصته. في عندنا طبعا طارق حامد عملاق، الونش عملاق، محمود علاء طبعا بيبقى عامل فراغ كبير جدا لما بيغيب وما بيرجع. فرجاني ساسي متألق، كهربا نزل دقيقتين مشى الدنيا. مش عايزين نتكلم على حد معين في الزمالك لان كله كان رجاله. ناس كتير بتسالني بتقول لي مين كان اهم واحد في المباراه. مفيش حد كان مهم في المباراه، الزمالك كلها كانت مهمه في المباراه والجماهير كانت بتشجعه، فاحنا عايزين نمشي على نفس النظام ده. خالد بوطيب بنوجه له كامل التعازي، وبرده احنا محتاجينه لان لمسته بتفرق معانا كتير. عمر السعيد كان بطل وبيقاتل على الكوره وربنا كافئه وخلاه يجيب جون طبعا بجانب هدف محمود علاء وهدف اوباما وهدف فرجاني ساسي اللي هو يعتبر عالمي، ورقص الجون، خطفه زي ما بيقولوا، خطفه خطفه صغيره كده ورقصه وكان ناقص يدخل بيها الجون. حته صغيره بس هنعلق على حميد احداد لما داس على الكوره. طبعا انا مش مع حميد احداد في اللي هو يعمله، احنا مش عايزين نستهتر بالخصم، بس لما حميد احداد طلع في البث المباشر اللي جه في برنامج الزمالك اليوم بعد الحلقه قال ان مدرب جورماهيا الكيني كان بيستفزنا بحركاته وبيعمل شويه حركات، وده اللي خلاه ان هو يرد عليهم. فيعني انا مش عارف احداد نقول له احنا معاك تمام، بس انت كده اتخصم منك 300,000 جنيه. وانا يعني خايف من نقطه كمان ان ممكن مرتضى منصور او جروس يعاقبوك ويخلوك تقعد الماتش الجاي. فده اللي انا يعني خايف منه، ينزل كهربا مثلا اساسي او هنشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. طبعا الزمالك معاه فريق قوي جدا، بنتمنى رجوع ايمن حفني وبنتمنى الشفاء الكامل لمصطفى فتحي اللي بيعمل عمليه في انجلترا، لان مصطفى فتحي ناقصنا كتير. وطبعا كنا بنتمنى وجود شيكابالا في نادي الزمالك. لو عجبكم الفيديو وعجبكم ان احنا هنبتدي نكمل على المنوال ده، مش بس كده، احنا هنبتدي نتكلم عن اخبار الزمالك زي ما قلنا لكم، هنجيب جميع الاخبار الحصريه الحقيقيه لنادي الزمالك، مش هنطلع اي اشاعات في القناه، زائد مواعيد المباريات، زائد التشكيله المتوقعه والتشكيله اللي اتحط، وهنعمل تحليلات وهنتكلم في كل حاجه عن الزمالك. وان شاء الله يوميا هيبقى فيه فيديوهات كتير. عشان كده انا طالب منك بس ان انت تعمل اشتراك او سبسكرايب للعلامه الحمراء اسفل الفيديو، هيطلع لك جرس صغير هتضغط عليه او تشاور عليه او تحط بصمتك عليه ايا كان عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها. وما تنسوش ان احنا معانا يوميا برنامج الزمالك اليوم مع خالد الغندور واحمد جمال، واللي احيانا بيدخل مرتضى منصور او امير مرتضى منصور بيعملوا مداخلات، بتبقى الحلقه جامده دي احنا بنعمل عليها بث مباشر الساعه بنبدا 11 ل 5 بالظبط قبل البث بدقيقتين 3 عشان نجمع الناس يجهزوا، وبنكمل لحد الساعه 2 لحد انتهاء البرنامج. فده هيبقى ثابت معانا ان شاء الله في القناه، بس مش هيبقى الاساسي اللي هو هيبقى الاخبار الحصريه اللي احنا هننزلها، التحليلات اللي احنا هنتكلمها. القناه هتبقى خاصه بالزمالك فقط، انا مش هنزل اي فيديو خاص لريال مدريد برشلونه يوفنتوس، كل ده على عيني وعلى راسي، بس انا خصصت القناه لجماهير الملكي، جماهير الزمالك، الناس اللي قلبها ابيض، الناس اللي بتحب وبتعشق الكيان.
طبعا الزمالك في قلوبنا كلها، وبنتمنى له ان شاء الله ان احنا نكسب ونصعد في الكونفدراليه وناخد البطوله، وكمان ناخد بطوله الدوري وناخد بطوله الكاس، عشان نبقى حققنا موسم جميل جدا. تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ويا ريت لايك للفيديو ده عشان نوصله ل1000 لايك. سلام.